نلتقي من جديد للحديث الآن على مباراة السنغال اللي تبقى حظوظ المنتخب الجزائري، ولو أنها حظوظ ضئيلة للغاية، ولكن الفوز أمام السنغال وهزيمة المنتخب التونسي قد تسمح للجزائر بالتأهل للدور القادم. نشاهد آخر تحضيرات المنتخب الوطني عشية اليوم وما هو جديد الخضر أمام المنتخب السنغالي يوم الاثنين. تأكد غياب المدافع المحوري للمنتخب الوطني رامي بن سبعيني عن مباراة الجولة الثالثة والأخيرة للخضر عن المجموعة الثانية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره السنغالي الاثنين. ليضاف رامي بن سبعيني إلى الثنائي رايس وهاب بن بولحي وهلال العربي السوداني الذي يعاني من الإصابة. غياب رامي بن سبعيني يعود إلى معاناته من إصابة كان قد تعرض لها في مباراة الديربي أمام تونس. حصة السبت التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام لربع ساعة شهدت بالإضافة لغياب الثلاثي السابق ذكره، بالإضافة لياسين إبراهيمي بداعي الإصابة والتي كانت غير مقلقة، وسيكون جاهزا لمباراة الاثنين بعدما منحه الطبيب الضوء الأخضر للمشاركة أمام السنغال، بينما عاد رابع مفتاح وإسلام سليمان إلى التدرب بصفة عادية مع المجموعة. وعادت الحيوية وسط التشكيلة، ما يوضح أن الزملاء سفيان حني استعادوا الثقة في النفس، فيما سجلنا أيضا انفراد المدرب ليكانس بالوجه الجديد للخضر بن ناصر إذ جمعه به حديث خاص، كما اجتمع البلجيكي بطاقمه الفني قبل انطلاق الحصة التدريبية. إذا المنتخب الوطني رغم عودة الحيوية ربح مجار للمنتخب الوطني وأجواء كانت نوعا ما منعشة، لكن الأمور لا تبشر بالخير بالنسبة للإصابات. إصابة أخرى بعد مبولحي السوداني. اليوم تأكد رسميا غياب اللاعب رامي بن سبعيني، أحد اكتشافات هذه الدورة بدون منازع، لن يلعب في وسط الدفاع. في حديث أيضا على بعض التغييرات بدخول هني على الجهة اليسرى وبقاء إبراهيمي في الوسط، يعني وسط الهجوم كمحرك للفريق، مع إمكانية دخول بونجاح، علما أنه سليماني عاد للتدريبات رفقة مفتاح، وأيضا إبراهيمي اللي كان يعاني من إصابة خفيفة. لا هي شوف رضوان، هذا هو واش اللي يحصل للناس اللي يتسرعوا في القرارات تاعهم. يتسرعنا على إبعاد مجاني لو مازال مع الفريق الوطني كان هو يعوض اللاعب بن سبعيني. للأسف هذه من القرارات اللي تسرع هي اللي تدفع الثمن عليها في المستقبل. الآن أنا أتمنى فقط أن يحصل سيناريو واحد إن شاء الله، وهو فوز الجزائر على السنغال وخسارة تونس أمام زيمبابوي. أمر مستبعد. ما نقولش مستبعد. في كرة القدم لا يوجد منطق، ونبقى نشد في الأمل إن شاء الله. نبقى نشد في الأمل، لأن كل شيء ممكن يحصل في كرة القدم رضوان، حتى لو أقولها بحذر، لأن منتخبنا في وضعية صعبة جدا. وشفنا مستوى المنتخب السنغال، شفنا مستوى المنتخب السنغال بعض يقول ما راحش يلعب بكامل قوة. سمعنا سعيد قال لك 4 لاعبين أساسيين بداوا بطاقة صفراء يخاف. نعم رضوان، حتى لو المدرب اليو سي سي ما يلعبش بكل اللاعبين تاعو، ولكن يرفض الخسارة أمام المنتخب الوطني الجزائري. يرفض يلعب على الأقل أن المنتخب يتعادل مع الجزائر، ولكن ما يخسرش. كيف المنتخب الوطني الجزائري يلعب مباريات سيئة أمام تونس وزيمبابوي يفوز على المتصدر حاليا وهو السنغال. لهذا الرفض من المدرب اليو سيسي، يقول لك على الأقل نخرج بنتيجة نقطة التعادل. انت علي بن شيخ كنت قلت لي من قبل بأنني أرفض أنه كلاعب سابق أرفض أنه السنغال تنازل لنا على النقاط لأنها ما تحتاج المباراة. قلت لي أنا كلاعب سابق هذه ما نقبلهاش. هذا من جهة ثانية التغييرات اللي راح تحدث بدخول مصباح على الجهة اليسرى، غلام سوف لن يشارك حسب آخر الأخبار، دخول هدني كأساسي، دخول إبراهيمي في وسط الميدان كمحرك للفريق، وربما دخول بونجاح. هل هذه التغييرات ممكن أنها تأتي بالجديد، رغم أنه وسط الدفاع يبقى مشكل؟ هل سيشرك المدرب مكان بسبعيني؟ هل سيشرك بن يحيى؟ هل سيشرك بالقروي؟ أم يشرك كدمر؟ والله العظيم ولا خلاص نغلقوا البوتيكا ونهبطوا ريدو ونيليميني؟ لا ما نقولكش نغلقوا البوتيكا في الفوتبول كما قال مصطفى. كل شيء ممكن، ولكن بارفوا لا لوجيك اوسي تطبق. السنغال سي اون ايكيب
اللي انا بور موا تنجم تروح الدومي فينال علاش كي تشوفها تلعب ام كاليفي هما نو بس دومي فينال ماشي كاليفي دومي فينال كاليفي بروجين ولكن يلعبوا للشرف. انا نقول لك السنغال يلعبوا للشرف. دونك في الفوتبول كل شيء ممكن كما قال مصطفى. ماذا بينا حتى يقول لك الجزائر ربحت، ولكن ان شاء الله نتمنوا الجزائر تربح، بصح من بعد اسكو نكونوا صريحين مع روحنا، اسكو بالفارق هذايا نجموا نقابلوا هذوك البرو كاليبر. انا نقول صعيبه شويه، ولكن بون احنا دوكا ما نتكلموش يتكاليفيو ما تكاليفيوش، نهار الاثنين هما لابالا. لا التغييرات اللي كاينه ممكن تغييرات تجيب الجديد؟ ولا تنجم تجيب الجديد، لان هني كان بون جوار. مصباح اغوش il a de l'expérience, il joue en première division en Italie, malgré le club il est dernier, mais quand même il a une expérience. واسمه عبيد راح يدخل عبيد مكان بن طالب، مش مكان قديو، راح يلعب بن طالب في مكانهم في زوج ومليح. في زوج كانوا ما كان والو. هي شوف نزيد نضيف شويه واش قال علينا، متفق معك 100%. انا لما تكونوا تتكلموا راهو دخل هذا اللاعب، انا كلي راح يغير مصير المنتخب الوطني الجزائري واسلوب. يا رضوان انت تكلمت على مصباح عنده سنه ونص ما لعبش مع الفريق الوطني، حتى مع الفريق الوطني فريقه في الكروتون هذاك ما يلعبش كل المباريات، يعني نقص لا كومبيتيسيون مع هذا اللاعب. وما تنساش رانا نلعبوا في افريقيا، زيد تطلع بيد نفس الشيء. انا نقول لك المشكل ماهوش الفرديات، انا كما دائما نقول مع محمد وعلي في الفريق الدولي، نقول حاليا رانا نلعبوا بالذكاء الفردي ماهوش بالذكاء الجماعي. احنا في افريقيا نطلب الذكاء الجماعي، لان اللاعبين هما اللي يلعبوا اللعب، هما اللي يديروا اللعب في كاس افريقيا ويبان بمستوى كبير، ماهوش اللاعب اللي يدير الفريق كله. لما الفريق تاعك يظهر بمستوى كبير، نتكلم على محرز، نتكلم على ابراهيمي، نتكلم على غلام، ولكن الفريق كله ما راهوش يعطي، لان التحضير لم يكن مناسب الى كاس افريقيا. هذه هي الحقيقه اللي نتكلموا عليها، وما نتكلمش على الفرديات، لان لا غالب الفرديات ما نجموش في اللياقه البدنيه ما ينجمش يعطي كل شيء في هذا الكاس. عندك تفاؤل نوعا ما بأن المباراة القادمة المنتخب زيمبابوي اللي شفناه خارج الإطار أمام السنغال، هل ممكن يدير المفاجأة ويقدر يفوز أمام تونس، ورغم أن الفوز تاعو لازم ما يكونش أكثر من هدف مقابل صفر؟ نقول لك على ما عنديش يعني أمل في هذه المباراة. لماذا؟ لأن احنا قيمنا المنتخب الزيمبابوي بارابور على بريستاسيون تاع ليكيب ناسيونال، وهذا هو الغلط تاعنا. احنا ضعاف. يعطيك الصحة. فوالا احنا كي شفنا المنتخب الزيمبابوي مع الفريق السنغالي، شفت المباراة كانوا يروحوا بواحد 6 ولا 7. سنة كانوا يروحوا بواحد 6 ولا 7. أنا شفت باللي فريق كيفاش يقولوا شغل عادي جدا. احنا اللي بانت لنا كي لعب معنا بانت لنا باللي فريق كبير، كان ربحنا دو اورطا تروازيام بيت وكذا وكذا. احنا اللي باتنا احنا اللي كنا ضعاف. لهذه الاسباب انا حاب نقول لك باللي تي بونس كو لي تونيزيان بعد الماتش اللي داروه الديربي مغربي اللي لعبوا معنا وربحونا، اراهم في فورما بسيكولوجيكيه فوق اللازم. يسون غالفانيزي بور الي جوسكو فو. يقول لك انا عندي اليوم اون شونس لو زيمبابوي ندوز كارت فينال. يعني حتى التعادل يكفيهم. التعادل ما كيكفيهم. هذه من جهه اخرى كاين واحد ديكلاراسيون حاب نعطيها لك بالك الناس ما يعرفوا. Président de la République du Sénégal, il y a 2 ou 3 jours de ça, dans un canard local, je veux le match de l'Algérie. Le président de la République donne une déclaration, les joueurs sénégalais. Non mais ils vont pas se tuer pour un match. Justement, عندهم 6 نقاط كارثي. Justement, هذه الديكلاراسيون اللي قعدت يعني علامة استفهام. لماذا رئيس جمهورية السنغال يدخل ويقول الطاقم الفني لازم ليه مباراة الجزائر؟ يعني مانيش عارف الخلفيه نقطة استفهام كبيرة. صح. نعم. من جهه اخرى اسمح لي برك، انايا اليوم مانيش عارف لا راكم مقلقين لا مصطفى وعلي. انا كي نحسب اليوم الفريق الوطني غلام، بولحي، بن صبايني، ابراهيمي، سليماني، براتيكمون كاع بليسي 5 جوار بليسي. كي سباس يعطيك الصحه. تكلم معايا في الحصه يا اون كاسكاد دو بليسيور quelque part. ماني نشوف في لا كوب دافريك يا با اوتون دو بليسي. سي بوركينا فاسو تبليسي 2 جوار. نعم 2 جوار غراف بوركينا فاسو. بون اسمح لي كونت يساجي دي بليسي بنقولوا طاك دونجوري وكذا، مي رانا نشوفوا شغل في لا رونكورت حنا نشوفوا طاك. وهذا رشيد، وهذا يرجع لكلامي لما نقول لك الفريق لم يحضر بطريقه ذكيه هذه البطوله للاسف. علي
هادو لي بليسي هادو ماشي وقتهم اللي نهضروا عليهم. نهضروا عليهم في التقييم من بعد. سي ابري تروازيام ماتش. ابري لا كوب دافريك نهضروا عليهم.